الفقاعة العقارية خطر فعلا بيهدد السوق المصري والمستثمرين ولا لا؟ خلينا قبل ما نتخانق انا وحضرتك اذا كان في فقاعة عقارية في مصر وهيحصل انهيار للعقارات في مصر، خلينا نعرف ايه هي الفقاعة العقارية. الفقاعة العقارية ببساطة هو ان يبقى سعر العقار المعروض للبيع بعيد جدا عن القدرة الشرائية للناس. هتلاقي عقارات كتيرة معروضة سعرها عالي قوي ومحدش قادر يشتري، فده مع الوقت بيعمل انهيار في سعر العقار لان المعروض اكتر بكتير قوي من المطلوب، زي ما حصل في امريكا 2008 والصين 2010. يعني على سبيل المثال امريكا 2008 في ناس كتير قوي اتاثرت بالازمه العالميه اللي حصلت، زي ما احنا عارفين ان السوق العقاري في امريكا مبني على التمويل العقاري. فساعه الازمه ناس كتير اتاثرت ودخلها اتاثر، فبداوا مش قادرين يدفعوا القسط للبنك بتاع التمويل العقاري. فايه اللي حصل؟ الناس دي سابت بيوتها والبنك اصبح عنده مشكله ان اصبح عنده بيوت كتير محدش بيدفع لها اقساط، فخدت البنوك البيوت دي وبدات تنزلها في مزاد عالمي، ولان طبعا التمويل العقاري بيتاثر بالفايده الكبيره فسعر البيت بيبقى عالي قوي، فاصبح ان الناس مش قادره تشتري البيوت دي حتى وهي في مزاد، فده عمل انهيار في سعر العقار، وهو ده اللي بيسمى بالفقاعه العقاريه. طب هل ده بس سبب الفقاعه العقاريه ان السعر يزيد قوي بسبب التمويل محدش يبقى قادر يشتري؟ الحقيقه ده اكبر عامل يخلي فيه فقاعه عقاريه، ولكن في حاجتين كمان هقول لك عليه، وهو عميل المضاربه اللي بيشتري عقار كانه شاري كام سهم في البورصه، عايز يشتريه النهارده ويبيعه كمان شهر ولا شهر. والحاجه الثانيه هي البياع الهيت اند ران، اللي هو عايز يبيع لك البيعه ويجري، مش فارق بقى معاه تشتري صح تشتري غلط، هو عايز يبيع عشان ياخد شويه عموله وخلاص. بالنسبه لعميل المضاربه اللي عايز يشتري ويبيع كمان 3 شهور و6 شهور، ده غلط طبعا، مع ان في ناس السنه اللي فاتت حققت مكسب 100% في 3 شهور و6 شهور. اشترى بيت دفع مقدمه مليون جنيه، بعد 3 شهور سعره في الشركه كان جري، فقام واخد مليون جنيه كمان على اللي دفعه، يعني عمل مكسب 100%. بس ده حصل لظروف استثنائيه السعوديه كانت بتعدي بيها البلد، وده مش الطبيعي، ده مش هيحصل تاني، وده حصل بسبب زياده الاسعار السريعه والتغيير في سعر الصرف، التسعير الخاطئ. ولكن هتلاحظ برضو ان حتى بعد التعويم وحتى بعد تراجع الدولار العقار فضل مكمل في طريقه وفضل العقار يزيد. ده اللي يدل ان في طلب عالي في مصر على العقار. السوق العقاري المصري سوق قوي، حجم الطلب فيه عالي قوي. دي اول حاجه تقول لك ان مصر مفيش فيها فقاعة عقارية. تاني حاجة ان اصلا التمويل العقاري عندنا صعب جدا والشروط معقدة، وحتى لو انت عرفت تاخد التمويل العقاري فهو لا يسري غير على بعض من الوحدات سعرهم لا يتعدى 3 مليون جنيه، ودي نسبة ضئيلة جدا من السوق العقاري، لا تتعدى ال 5%. للسكن، للاستثمار بغرض اعادة البيع او للاستثمار بغرض الايجار، عقار للمصيف، شاليه او فيلا في الساحل مثلا او في السخنه. نسبه الناس اللي بتشتري عقار للمضاربه اللي هو الاستثمار السريع نسبه قليله جدا وظهرت مؤخرا. فما تقلقش يا سيدي، مفيش اي انهيار في سعر العقار ولا في حاجه اسمها فقاعه عقاريه في مصر. ممكن يحصل ركود بسيط بسبب الشراء الخاطئ، بسبب الحاجتين اللي قلت لكم عليهم، العميل المضاربه والبياع هيت اند ران. فبدل ما حضرتك عمال تضيع وقتك على البوستات اللي على الفيسبوك بتاعت في فقاعه عقاريه ومفيش فقاعه عقاريه وتطلع تقول نجيب ساويرة اسال 1 2 3، طبعا عمال اجيب على راسنا يعني، كلمني واجيب لك العقار المناسب لهدفك، سواء حضرتك بتستثمر في المدى القصير او بتستثمر في المدى الطويل. كلمني اجيب لك العقار اللي يناسب هدفك ويناسب دماغك، سواء استثمارك قصير او استثمارك طويل او هتصيف. سلام.